السلام عليكم، وعياتكم موضوع جديد. كيفاش نخرج من دوامة الدين؟ كاين فرق بين الانسان اللي عنده دين ويخلصه ويكمل يتهنى منه، والانسان اللي راه عايش في دوامة الديون. الدين ممكن يكون ظرف تقدري تخلصيه، بصح الدوامة هي تخلصي دين تلقاي روحك داخله في دين جديد وتقعدي غير تخلصي في الديونات وتخدمي على الناس. حياتك كومبلي غير باش تخلص اللي عليك. الخروج من هذه الدوامه ما يبداش بانه نقول صاي اللي غنخلص الدين وصاي نكمله بسرعه وكاع، بصح هو يكمن في زرع عاده وخطوات اللي قديريهم. اول خطوه، واجهي الحقيقه كامله. قضي ورقه وستيلو اختي، احكمي الدراهم الديون اللي عندك، شحال المبلغ لمن، شحال غادي يصبر عليا، شكون اللي راه مقلقني، اسو كاين فوائد مرتبطه بهذا الدين. ما نخلوش الدين رقم غامض في رصانه، لانه الشيء اللي ما نعرفوش بالضبط شوالا غادي صعب نخطو له باش نخرجوا منه. دائما اللي يقل العقل نفكروه بالمنطق، نوضحوا له بالمنطق بالارقام. ما غاديش نقول له غير هكا في رسالة عندي فلان يساني فلان يساني اي يحسبها انت وسلكها. لا، اللي الخطه الواقعيه باش نبداو في تنفيذ الخطه. ثاني خطوه، توقفي عن اضافه الديون. مش انا كل ما تخلصي دين تبالك باب جديد تقولي هذيك شابه نشريها ونسلف، خصني تليفوني راه شويه ما على باليش ماله نبدله. لا، دائما اصعب خطوه هي نحبسوا الديون كي نكونوا موالفينها وتكون عندنا عاده. كل مره ينقص علينا المال ولا الدين ما يكونش الحل تلقائيا نروح ونزيدو نسلفو باش نسدو هذاك الفراغ ولا نشبعو هذيك الرغبه. قبل ما تروحي تسلفي سقسي روحك، اسكو هاد الحاجه ضروريه؟ نقدر ناجلها، نقدر نعيش بلا بيها، كاين حل واحد اخر عندها بديل؟ لانه ما نقدرش نطفي النار وحنا نزيدو في الحطب. ثالث خطوة، عرفي القدرة الحقيقية على السداد تاعك. ما تقوليش هذا الشهر نخلص كل شيء، الا كان هذا راح يخليك ما تلقايش تاكلي وش تشربي والفواتير والاحتياجات الاساسيه، راح تلقاي روحك تسلفي من جديد. اختاري مبلغ تقدري تلتزمي به شهر. المهم الاستمرار ماشي الحماس. واللي تاني كاين خطه ذكيه نديروها قبل ما نسلفو. نروح انا عند الانسان اللي سلفه، انا نقدر نخلصك بالشهر وشحال نقدر نمدلك. الا ما نخلصكش بالشهر تبغيهم كاملين، هالفتره اللي نقدر نسدد لك فيها صبر عليا. رابع خطوه، فرقي بين الضروري والكمالي. وحنا خارجين من الديون ما يليقش نعيشو في فترة الرفاهية. لا، اللي قنديرو فترة مؤقتة نقلو فيها بعض المصاريف، ماشي معناها نحرمو رواحنا من كل شيء. إلا عنا اختيار بين حاجة ضرورية وحاجة نقدر نأجلوها، الأولوية تكون للضروري وسداد الدين. هذه مرحلة انتقالية نسموها، حتى في السلطة ويديروا مرحلة انتقالية مش حياة كاملة، هذه فترة وتفوت. خامس خطوة، إذا عندك أكثر من دين رتبيهم وما تخلصيش بطريقة عشوائية. ممكن تختاري أصغر دين باش تحسي بالإنجاز وتبدأي به. ممكن تركزي على الدين الاعلى تكلفه ولا خصوصا اللي كان عليه فوائد ورسوم، تاني تنقصي من التكلفه الاساسيه. المهم يكون عندك ترتيب واضح وخطه اساسيه تمشي عليها. سادس خطوه اي دخل اضافي يدخل لك استعمليه بذكاء. خدمة إضافية، بيع حاجة ما تحتاجيهاش، مبلغ إضافي اللي قطع عارفه وين يروح. وماشي شرط يكون دائما يروح كله للدين، المهم نخصصوا جزء منه باش نقصوا النسبة ونسرعوا الخروج من الدوامة. كل مبلغ ينقص من الدين هو خطوة نحو راحة أكبر، ماشي عقاب. بعد ما نروحوا لسابع خطوة، بعد ما نبدا نسدد الديون تاعي ما نرجعش لنفس العادات اللي دخلتني فيها، لانه سداد الدين وحده ما يكفيش. اذا كان السبب هو الصرف وقد الدخل نحبسه، إذا كان السبب هو الشراء العاطفي نحبسه، إذا كان السبب هو مجاراة الآخرين ومعاه ندابرك وشوفيني أنني كيفك نحبسه ونبدل النظرة تاعي. إذا كان السبب نحشم باش نقول ما عنديش في ديك اللحظة، أختي أنا خرجت أنا وصاحبتي وقالت لي هذه حاجة شابة ولا هما متغامزين وكاع، ما عنديش، ما نكلفش روحي، ما عنديش، ماشي شرط نشريها دروك، نشري الوقت اللي نبغي انا وبالاراده تاعي انا وبالقدره تاعي انا وبالمنطقه تاعي انا، ماشي شرط ما عندك باش نشري. لازم نتعلم نقول ما نقدرش دروك، لا نحبس. لانه اذا سدتي الدين وبقيتي في نفس السلوك ممكن ترجعي لنفس المكان تلقاي روحك في الدوامه تاني. وكي تكمل نقصوا شويه الدين تاعنا وكاع، ماشي زعما صاي نقصت الدين ايا طلقها وعيشها كيما جات تجي.
لا، اللي غنديرو مبلغ صغير للطوارئ، لانه اي ظرف مفاجئ قادر يجينا في اي لحظه وما يكونش عندنا احتياط، ممكن نرجع للاستدانه. وما ننساوش حاجه مهمه، ما نقارنوش بدايه الطريقه تاعنا. زعما انا بديت صاي نسلف، لا فلانه عندك خلص الدين تاعها بس بالخوف وكاع انا ما خلص. الشخص ما نعرفوش ظروفه، ما نقدروش نحكمه. الا كان الدين الكبير، عفوا الدين كبير، ما نشوفوش المبلغ كامل ونخافوا، لا، نشوفوا الخطوة اللي قدامنا، نبداو خطوة بخطوة. أول دفعة، أول دين، أول مبلغ. الديون الكبيرة ما تنقصش في يوم، لكنها كل مرة نقصوا منها شوية. وزيد نثبتوها في قرار انه ما نزيدش عليها. الهدف الحقيقي ماشي انه نقول انا تخلصت من الديون، الهدف الحقيقي نوصلوا لمرحلة تثبيت الوعي، باللي انا نعرف وين تروح دراهمي، ونعرف واش نقدر ندير، وما نحتاج نتسلف. كيما صرات لي مشكله الخطره اللي فاتت نعاود نتسلف، كل ما تصرالي مشكله نعاود نتسلف، لا. نتذكروا بلي الدين ما نتخلصوش منه بالخوف، نتخلصوا منه بالوضوح، التخطيط، الصبر. واخص حاجه هي الالتزام. حتى لو كانت البدايه صغيره، المهم انه بدينا نخرجوا من الدوامه، احسن من انه نقعدوا فيها كاع حياتنا، ونقعدوا ندوروا غير في نفس البلاصه، وحنا ماناش عارفين شنو نديروا، ماناش عارفين وين باغيين نوصلوا. الثبات على العاده هو من اهم الاسباب اللي يخلينا نستمر، يخلينا نبدلوا الوعي، يخلونا نبدلوا الفكر، يخلونا نبنو انسان جديد بعقل جديد، فكر جديد. نتمنى نكون فدتكم. شكرا، في موضوع جديد ان شاء الله.